هتوعدك وتخلف بيكي بدل المرة 1000. هتوقعك وتضحك عليكي، وبعد كل ده هتلومك وتقولك انتي اللي وصلتينا لهنا، انتي السبب. ودي يا ستي المقاومة اللي كل يوم هتقولك بلاش النهاردة احنا مش قادرين، خلينا نبدأ بكرة. هتخليكي تأجلي كل حاجة نفسك فيها، هتخليكي تعيشي حياة انت بجد مش عايزة تعيشيها، لمجرد انها بتقولك احنا مش قادرين، الوقت مش مناسب، مش مهم نبدأ النهاردة، ممكن بكرة، ممكن بعده، ممكن الاسبوع الجاي، ممكن في اول الشهر، طب ما ممكن نبدأ في اول السنة. اقول لكم انا بصور الفيديو ده وانا في اسوأ وقت عدى عليا في حياتي. يعني انا الاسبوع ده حصلت لي اكبر حادثة ممكن تحصل لي في حياتي، يعني حدث كبير جدا بجد، حدث سيء جدا، يعني انا كنت هفقد حياتي. فعايزة اقول لكم معنى ان انا بصور الفيديو ده دلوقتي ان انا بجد مش ناوية استسلم المرة دي، انا مش ناوية استسلم المرة دي، لان انا زي ما بقول لكم انا في اسوأ وقت ممكن يعدي عليا. انا الحجة موجودة والمقاومة موجودة وبجد مش بتلكك، بس انا قررت ان انا لا بجد يا جماعة مش هتكاسل تاني. يعني مبدأ الكسل ده ما عادش موجود. وعايزة اقول لك حاجة، اللي موقفك مش الكسل، لا لا لا، انتي مش كسلانة خالص، هي الفكرة كلها انك مقتنعة ان انتي عندك وقت. مفيش مشكلة نبدأ بكرة نبدأ بعده، انا عندي وقت. المشكلة الحقيقية ان انتي ما عندكيش وقت. الايام بتجري بسرعة قوي، الاسابيع بتجري بسرعة، السنين بتجري بسرعة. مين يقول ان احنا النهاردة في شهر 6 في 2026؟ انتي متخيلة 6 شهور عدوا انتي بجد حسيتي بيهم؟ انا ما حسيتش بيهم. وطول ما انتي ما بتنجزيش في حياتك مش هتحسي بيهم. صعب جدا تحسي بوقت انتي ما بتنجزيش فيه. طول ما انتي فاكره ان انتي عندك وقت هتأجلي وضميرك مرتاح، بس الحقيقه ان انتي ما عندكيش وقت خالص. وعايزه بقى اقولك حاجه تانية انتي ما بتاخديش بالك منها. القرار اللي بتاخديه في حياتك انتي بتاخديه مره واحده بس، المشكله في الوقت اللي بتنفذيه فيه. يعني ايه يا لولو؟ هقولك يعني ايه. وليكن انا واحده تخينه قررت ان انا اخس، انا قررت ان انا اخس من 9 سنين فاتوا، ولكن انا النهارده بعد 9 سنين او 10 سنين انا لسه ما خسيتش. طب ليه؟ عشان هي عندها القرار بس ما عندهاش التنفيذ، ما بتنفذش، بتصحى كل يوم شايله القرار ده حمل على ظهرها. انا بحس كده، بحس بجد احلامنا عبء علينا. يعني انا اكتر وقت كلام كلمته مع نفسي، يعني الكلام ده بجد اثر فيا وغيرني، قعدت معاها قلت لها بصي بقول لك ايه، يا تعملي الحاجه اللي احنا عايزينها يا تنسي الحلم ده تماما. انا مش هصحى كل يوم شايله الحلم ده على كتفي وهفضل عايشه سنين شايلاه على كتفي. انا زهقت، انا زهقت. يا اوكي هتتحركي وهتعملي حاجه، يا لا وخلاص ننسى الحلم ده تماما. فانتي دلوقتي لازم تاخدي قرار، يا يا لا. ولو يعني معنى كده ان انتي هتوعديني ان احنا هنكمل وان احنا هنشتغل على نفسنا وان احنا هنعمل وهنسوي، ولا ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، بجد ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني. فبس القرار بتاخديه مره واحده في حياتك، بتفضلي شايلاه حمل على قلبك مش محتاجه انك تشيليه، يا تلغيه تماما يا تبداي تشتغلي على نفسك وتنفذيه. يعني هو ده بس المطلوب، مش مطلوب منك حاجه تانية اكتر من كده. وبس كده، عايزاكم تدعوا لي بجد عشان انا في ايام سيئه جدا جدا جدا. وانا عندي مخطط اسبوعي طويل، محدش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس انا بعمل تخطيط اسبوعي وتقريبا عندي شغل متلتل، مش تقريبا انا اوريدي عندي شغل متلتل كتير جدا. يعني بقالي يومين طحنه نفسي شغل ما بقومش تقريبا من على الايباد عشان اخلص اللي ورايا، وبجد ما بيخلصش. فانا واخده كده تحدي مع نفسي ان انا اخلص كل الحاجات اللي ورايا قبل ما يوم الاحد يجي، لان انا التخطيط بتاعي بيبدأ يوم الحد وبينتهي يوم السبت. فانا عايزه بكره ابقى مخلصه كل حاجه، هحاول ما اتكسلش وهحاول اخلص كل اللي ورايا، علشان بجد مفيش احلى من عقلك يقولك مش هتقدري، او الظروف اللي حواليكي تقولك انك مش هتقدري وتعملي ده. يعني انت مش متخيله حلاوه احساس ان حد او دماغك تقولك لا مش هنعرف نعمل ده وتعمليه. يعني ده مش انجاز، ده قمه الانجاز اللي ممكن تحسيه في الدنيا. وبس كده، ما اعرفش ازاي اتكلمت 4 دقايق بس،
مبسوطه جدا اني شفتكم، مبسوطه جدا عملت فيديو على اليوتيوب الاسبوع ده، لان زي ما قلت لكم كان اسبوع صعب جدا. ولو عايزين تسالوا في اي حاجه اسالوني تحت، لسه في مواضيع كتير جدا. يعني عايزه اقول لكم السكتش ده مليان سكريبتات، لان انا زي ما قلت لكم انا فاتحه قناه اليوتيوب بتاعتي من زمان قوي، وبجد بكتب سكريبتات كتيره، وكمان احيانا كان في حاجات كنت بصورها ولكن مفيش حاجه شاطره فيها. هنا في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها قدام، وبس كده.